السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم خوكم الحليمي في فيديو جديد. هذا الفيديو الناس اللي بغاو يلعبوا كرة القدم في اسبانيا، مع العلم على انهم كانوا شافوا بعض الصور ديالي في الانستغرام، كانوا شافوا بعض الفيديوهات ديالي كنبارطاجيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلوا عندي بزاف ديال الناس: اخي الحليمي واش ممكن نلعب كرة في اسبانيا؟ انا عمري القد القد، انا عمري كذا، انا حارس، انا دفاع ايمن، كله شنو تيقول. داكشي علاش الاخوان قررت ندير هذا الفيديو نوريكم الطريقه الصحيحه باش توليو لعابه محترفين في اسبانيا، وخاصه كيفاش كيفكروا الاسبان، لانه تقريبا احسن دوري في العالم، وحنا عارفين على ان الفروق ديالهم كتطلع لعابه زوينين. داكشي علاش بغيت نهضر على العقليه ديال اللعابه اللي في المغرب، وخاصه اللي بغاو يوليو لعابه محترفين هنا فين كتلعب القضيه في عقلك. داكشي علاش غادي نعطيكم كيفاش كيفكروا، كيفاش تفكر انت، وكيفاش تبدل الطريقه ديال التفكير ديالكم. من بعد ملي غادي نساليو من هاد الحصه ندوزك للحصه الجايه كيفاش تكونتاكتا مع فرق وكيفاش تواصل معهم. لكن اخي اولا خاصك تفهم شنو هو لاعب كره القدم، خاصك تفهم شنو هي الاستراتيجيه باش كيلعبوا لاعبين كره القدم، خاصك تفهم العقليه، لان شحال من واحد تقولك انا كوايري، انا واعر. شنو هي واعر وشنو هي كوايري عندك في الدماغ؟ هنا اللي بغيت نوصل لكم الفكره، لان الكوايري هنا في اسبانيا ماشي هو اللي كيبدا يدريبلي ويبدا يبين لك لقطات، لا الكوايري هو اللي كيكمل الفريق، الكوايري هو اللي كيلعب دائما، والكوايري هو اللي ما كيطيحش في الاخطاء، والكوايري هو اللي كيجيب 3 بوين مع الفرقه ديالو. داكشي علاش هما كيختاروا 11 و11 هما اللي كيكونوا اساسيين. والا بغيتي تكون منهم تبع هذا الفيديو، خدم على راسك، بدل العقليه، واجي نوريك كيفاش تصبح لاعب كره القدم محترف 100% باذن الله بطبيعه الحال، من بعد العمل والجهد والكد. اولا اخي العمر، هنا العمر مجرد رقم. نعم كيلعب في بعض الاحيان في بعض الفروق بطبيعه الحال، الا كنتي غادي تختار انت واحد في عمره مثلا 30 عام وانت عندك 22 عام وعندكم نفس المستوى، غادي يفضلوا واحد 22 عام غيعطيهم يعني اعوام اكثر باش ما نكونوش كنخلطوا. لكن شنو هي كوايري بالنسبه لك انت؟ كوايري هنايا انا نشرح لكم كوايري بلا ما نهضر على تجربتي وكيفاش تقبل، حتى هو غادي نديروا عليه فيديو كيفاش تقبل مع الفرق وشنو هما تكنيك اللي تستعمل باش تقبل. اولا كوايري هنايا في اسبانيا الاخوان هو اللي كيلعب سامبل البارسا، مدريد، فالنسيا، خيرونا، اي فرقه في العالم. شوف كيفاش كتلعب وشوف اللاعب اللي في البوست ديالك كيفاش كيلعب، غير شوف ما كيزيدش عليها، كيلعب بالعربيه 1-2 وإلا تزير هنا كيبدا يستخدم المهارات الحقيقيه ديالو. هذا هو الكوايري، بمعنى حصلتي جيت كورنين مدورينك جوج خرجها ليا، حل ليا اللعب بيليا. هنا كتسمى سكيل ديالك واعر، عندك امكانيات، عندك كاليتي، لا كاليداد هنا كيعيطوا ليها. اذا ماشي انت عندك صاحبك تطلق عليه وغندريبلي غيشوفني واعر، انت غادي تجلس وواحد اخر كيلعب سامبل وواخا ضعيف عليك غادي يلعب. علاش؟ لانه كيكمل ليه الفرقه، لانه هذاك صالح عليه اكثر. زائد البوستات الاخوان هنا كيتعاملوا معهم كارقام كبلوك. شي البارابور فاش كيتبع واحد الساتيليتي هذاك ديال القنوات بحال هكا كتلعب في 11. دابا صاحبي الا مشى هنا وغطى، انا خصني ندير ليه لا كوفيرتير، وهذا كيدير لي لا كوفيرتير ديالو. ملي كنجي نشوف كنلقاو لاعبين بحال واحد المثلث ومبلوكين الخصم ومشكلين واحد الضغط. كتسمعوا المعلقين بعض المرات تقول لك هذا الفريق كيشكل الضغط على الفريق او على حامل الكره او شيء من هذا القبيل. اذا الاخوان حاولوا تخدموا على العقليه ديالكم. كوايري هو ما كيطيحش في الاورجو، كوايري هو اللي كيكمل الفرقه، كوايري هو عارف الباس لمن غيعطيه كره جايه ومدي بلاصي وقاري الفيلم، ماشي تيجي وكيهز راسو ويبدا تالف، لا باش جايه باش كيحل اللعب، كيدي بلاصه وكيكمل الفرقه. حلوا نحل، كانت عندنا كره نحلوا، كانت عندهم كره نسدوا وما نطيحش في الاورجو ونحيد الاخطاء والباسات يكونوا اكزاكت وما نتعطلش. الكره بحال شي عافيه، شد طق هاك السقاف الاخر، هاك سير تحرقوا. هو علاش تحرقني انا وهو كيشد تحرق الاخر، لا والاخر تحرق الاخر. ملي كتجي تشوف كتلقى كره دايره طاق كتلقى كره دايره باحتراف، وهكا كتلقى الفرقه كتجيب 3 بوين وكتجيب يعني نتائج جيده. انا نقول لكم واحد استراتيجيه باقي عاقل عليها، كان قال لي واحد السيد في المغرب، قال لي الحليمي الا بغيتي تلعب وبغيتي دير يعني مع فرقه نيت وتوصل معاها،
لعب اللعب ديال التسعينات، بمعنى اللعب ديال التسعينات مثلا جات كره سيغوندو بالو، بمعنى كتسونطري طق ما جاتش رجع دافع عاوتاني، جاتك شي كره عاوتاني سيغوندو بالو باق سونطري ما جاتش حتى تجي وحده كيقيسها براسو كتدخل جبتو 3 بوان وانت كتبان واعر. شنو درتي؟ فقط حليتي اللعب كتسونطري. حنا كنهضروا على الاجنحه، انا كنت كنلعب لاتيرال ديريتشو او اسكيردو، بمعنى ظاهر ايمن او ايسر بحال الشكل ديال حكيمي، وكنطلع انا كامله. كنت كندير داك اللعب كندوبلي مع كنكون طالع السبعه كيسد كيزير كيدخل لوسط الميدان ماسومينوس، وانا كنزيد نهبط باش كنحل لهم كره عاوتاني كنرجع، وهكا كنديروا تبادل الادوار، وكتكون واحد الخطه اللي زوينه. بطبيعه الحال كيكونوا اخطاء في بعض الاحيان لان كاين الادفيرسير ديالك او الريفال ديالك تيكون حتى هو خدام بطبيعه الحال، مي هي خاصك تريني على راسك المثابره والجهد. انا عطيتكم هذه المقدمه، ان شاء الله الا لقيت عليها اقبال كتبوا لي في التعاليق، هجموا عليا الناس ديال الكره، وغادي نعطيكم السبوره وستيل وورقه، وغادي نعطيكم تحاليل، غادي نهضر لكم على العقليه ديال الاسبان كيفاش كيلعبوا. نسى ديك العقليه ديال انا كوايري، هنا كاينين مكور منك كنهضر معاك، كاينين الناس واعرين، ولكن الا خدمتي غتبان طوب، ولكن شي طوب غادي توصل ان شاء الله. غادي نوريكم طرق. انا رجاتني فرصه باش نلعب في التروازيام ديفيزيون الاخوان، مي للاسف ما كانوش عندي الوراق، وعاد كنزيد في العمر لان الفرصه كتزيد ضعاف ليا، والحمد لله لعبت مع فرق يلاه طاحوا من التروازيام ديفيزيون كيتخلصوا يعني 1,800,000 الاورو 700. كنت كنشد معاهم وانا طالع من فرقه ضعيفه. علاش؟ ماشي بضروري تبدا في فرقه عاليه، من الاحسن تبدا في واحد فرقه ضعيفه وتكون تفرض وجودك ديالك وتبان نتايا طوب، وديك الساعه تبدا طالع وهكا تقدر تحقق المراد ديالك. بارطاجيو هذا الفيديو. كان معاكم خوكم الحليمي، نتشافوا فيديو جديد. بالمناسبه بغيت نخرج كره نوريكم تكنيك لي تاكتيك، ماشي مشكل، حنا ردوا هاد القناه محتوى كره ماشي مشكل، ما عنديش غير الا كان الاقبال مرحبا. انا بدل لك عقليتك، غادي نقرك كيفاش تلعب، غادي نوريك كيفاش تدرس كره، غادي نوريك لينترينامينت اللي كيعتمدوا على الاسبان، غادي نوريك بزاف ان شاء الله الحوايج اللي تستافد منها. كان معكم خوكم الحليمي، نشوفوا فيديو جديد، سلام.